السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سأشارك معكم 10 أسرار مخفية في الواتساب لأول مرة ستشاهدها. لكن قبل أن نبدأ في هذا الشرح لا تنسى اللايك لهذا الفيديو وكتابة تعليق ولو نقطة في تعليق، وهذا سيدعمنا كثيرا. بدون الإطالة عليكم هيا لنبدأ. ولا ننسى أن نبدأ بأول سر من هذه الأسرار. كل ما عليك والذهاب إلى أي محادثة بهذا الشكل، ثم تذهب إلى 3 نقاط الموجودة في الأعلى، ثم عرض جهة الاتصال، ثم تقوم بالنزول إلى الأسفل، ثم تضغط على رسائل ذات اختفاء كما شاهدتم إخواني الكرام، ثم تقوم بتفعيل هذا الخيار، ثم تقوم بالرجوع. كما شاهدتم إخواني الكرام لقد فعلت خاصية رسائل ذات اختفاء، وسوف تختفي الرسائل الجديدة من هذه الدردشة بعد 7 أيام. عندما تقوم بإرسال أي رسالة سوف يتم حذفها تلقائيا بعد 7 أيام كما شاهدتم إخواني الكرام. والآن سأريكم طريقة جديدة للاستماع إلى مقاطع صوتية قبل إرسالها. كل ما عليك هو الضغط على زر الميكروفون بهذا الشكل، ثم تقوم برفعه إلى الأعلى، ثم تضغط على 3 نقاط الموجودة في الأعلى كما شاهدتم إخواني الكرام، ثم تضغط على عرض جهة الاتصال، ثم تقوم بالرجوع. وعندما تقوم بالرجوع ستجد الرسالة بهذا الشكل أو المقطع الصوتي بهذا الشكل. يمكنك الاستماع إلى المقطع الصوتي قبل إرساله، أو يمكنك حذفه بالضغط على هذا الخيار كما شاهدتم إخواني الكرام. والآن سأريكم طريقة لمشاهدة حالة أي شخص بدون أن يعرف أنك شاهدت الحالة الخاصة به. كل ما عليك والذهاب إلى 3 نقاط الموجودة في الأعلى، ثم تضغط على إعدادات، ثم تضغط على الحساب، ثم الخصوصية، ثم تقوم بإلغاء تفعيل هذا الخيار كما شاهدتم إخواني الكرام، مؤشر قراءة الرسائل، ثم تقوم بمشاهدة الحالة بهذا الشكل. كما شاهدتم ظهرت هذه الحالة أنك شاهدتها كما شاهدتم إخواني الكرام. وعندما نقوم بالذهاب إلى هذا الحساب كما شاهدتم صفر مشاهدة كما شاهدتم إخواني الكرام. والآن سأريكم طريقة لإخفاء أنك متصل على الواتساب، وبنفس الطريقة تستطيع جعل رسائل الواتساب تظهر مثل ماسنجر. الطريقة سهلة جدا إخواني. كل ما سنحتاجه في هذه الطريقة هو هذا التطبيق. سأترك لكم رابط تحميل هذا التطبيق في أسفل الفيديو في الوصف، وأيضا في أول تعليق. كما شاهدتم إخواني الكرام هذه الطريقة تشتغل على 8 تطبيقات كما شاهدتم إخواني، ومن بينها الواتساب وإنستغرام. فقد تقوم بالتمرير بهذا الشكل، ثم تضغط على هذا الخيار، ثم تضغط على هذا الخيار كما شاهدتم إخواني، ثم تضغط على قبول، ثم تقوم بتفعيل هذا الخيار وهذا الخيار أيضا، ثم تقوم بتفعيل هذا الخيار الخاص بالتطبيق، ثم تضغط على سماح. الآن سوف نقوم بالخروج، ثم نقوم بالذهاب إلى هذه النسخة من الواتساب. الآن سوف نقوم بإرسال رسائل من هذا الحساب إلى الحساب الآخر كما ستجدون إخواني الكرام. وعندما تتوصل بتلك الرسالة سوف تظهر بهذا الشكل كما شاهدتم إخواني الكرام، ويمكنك الرد على الرسالة ولن تظهر أنك متصل على الواتساب كما شاهدتم إخواني الكرام. يمكنك الرد على الرسالة بدون الدخول إلى الواتساب كما شاهدتم إخواني الكرام. الرسائل تصل، وهذه الطريقة تشتغل حتى على رسائل الانستغرام وميسنجر و8 تطبيقات أخرى. والآن سأريكم طريقة لمعرفة اسم أي شخص من خلال رقم هاتفه. في حال إذا توصلت برسالة أو مكالمة مجهولة يمكنك معرفة اسم صاحب ذلك الرقم من خلال رقم هاتفه. الطريقة سهلة جدا إخواني. كل ما سنحتاجه في هذه الطريقة هو هذا التطبيق. سأترك لكم رابط تحميل هذا التطبيق في أسفل الفيديو في الوصف، وأيضا في أول تعليق. بعد الدخول إلى التطبيق الآن تقوم بالخروج إلى جهة الاتصال كما شاهدتم إخواني الكرام، ثم تذهب إلى جهة الاتصال هذه القاب كما شاهدتم إخواني الكرام. الآن نريد معرفة الأسماء الحقيقية لهذه الأشخاص. كل ما عليك هو الضغط على الرقم بهذا الشكل أو الاسم، ثم تقوم بالضغط مطولا على الرقم، ثم تقوم بالضغط على نسخ إلى الحافظة، وسوف يظهر لك اسم صاحب ذلك الشخص كما شاهدتم إخواني. الآن سنجرب رقم آخر. كما شاهدتم إخواني الكرام هذا رقم المحترف.
الآن سوف نقوم بتجربة رقم آخر كما تشاهدون إخواني الكرام. الآن نقوم بالضغط على الاسم بهذا الشكل، ثم نقوم بالضغط مطولا على الرقم، ثم تقوم بالضغط على نسخ إلى الحافظة، وسوف يظهر لك اسم ذلك الشخص كما شاهدتم إخواني. والآن سأريكم طريقة لاسترجاع الرسائل المحذوفة. في حال إذا قام أي شخص بإرسال لك رسالة أو صورة أو فيديو وقام بحذفه، يمكنك استرجاعه عبر هذه الطريقة. كل ما سنحتاجه في هذه الطريقة هو هذا التطبيق. سأترك لكم رابط تحميل هذا التطبيق في أسفل الفيديو في الوصف، وأيضا في أول تعليق. الآن سوف نقوم بالذهاب إلى هذه النسخة من الواتساب، وسأقوم بإرسال رسائل إلى الحساب الآخر. كما شاهدتم إخواني الكرام وصلت الرسالة. الآن سوف نقوم بإرسال صورة. كما شاهدتم وصلت الصورة. الآن سوف أقوم بحذفه من لدي الجميع. كما شاهدتم إخواني الكرام تم حذف هذه الرسائل لدي الجميع. الآن سوف نقوم بالذهاب للواتساب لنرى هل تم حذف هذه الرسائل كما شاهدتم إخواني الكرام. ولمشاهدة هذه الرسائل والصور كل ما عليك والذهاب إلى هذا التطبيق. كما شاهدتم إخواني الكرام، كما شاهدتم هذه هي الصورة وهذه هي الرسالة. الآن سوف نقوم بالذهاب إلى الصور لنرى الصورة. كما شاهدتم إخواني الكرام هذه هي الصورة. من هنا يمكنك تحميل الحالات الخاصة بالواتساب. هنا ستجد الفيديوهات التي تم حذفها من قبل أصدقائك، وهنا ستجد المقاطع الصوتية كما شاهدتم إخواني الكرام. في حال إذا قام أي شخص بإرسال لك مقطع صوتي وقام بحذفه، يمكنك استماع له من خلال هذا الخيار كما شاهدتم إخواني. والآن سأريكم طريقة لإخفاء الواتساب أو أي تطبيق آخر. كل ما سنحتاجه في هذه الطريقة هو هذا التطبيق. سأترك لكم رابط تحميل هذا التطبيق أيضا في أسفل الفيديو في الوصف، وأيضا في أول تعليق. أول شيء تقوم بالذهاب إلى الإعدادات، ثم تقوم بالنزول إلى الأسفل، ثم تضغط على التطبيقات والإشعارات أو التطبيقات على حسب هاتفك، ثم تقوم بالضغط على التطبيقات الافتراضية، ثم واجهة المستخدم الرئيسية، ثم تختار هذا التطبيق كما شاهدتم إخواني، ثم تضغط على تغيير. كما شاهدتم إخواني الكرام تم تغيير الهاتف إلى آيفون آخر إصدار. كما شاهدتم إخواني الكرام الآن كل ما عليك هو الذهاب إلى هذا التطبيق بهذا الشكل، ثم تقوم بالنزول إلى الأسفل، ثم تضغط على تطبيقات مخفية. كما شاهدتم إخواني الكرام سيظهر معك بهذا الشكل. الآن يمكنك إخفاء الواتساب أو أي تطبيق آخر بالضغط على هذا الزائد كما شاهدتم إخواني الكرام. كما شاهدتم تم إخفاؤه. الآن سوف نقوم بإخفاء تطبيق آخر. على سبيل المثال سنختار اليوتيوب كما شاهدتم إخواني الكرام. الآن نقوم بالرجوع. عندما نقوم بالرجوع لن تجد تلك التطبيقات التي قمت بإخفائها كما شاهدتم إخواني. ولا سأريكم ميزة جديدة التي سوف يتم تنزيلها قريبا على الواتساب في التحديث القادم. من خلالها تستطيع تسريع المقاطع الصوتية كما شاهدتم إخواني الكرام. فقط تقوم بالضغط على المقطع الصوتي أو تشغيله، ثم تقوم بالضغط على ذلك الخيار لتسريع المقطع الصوتي كما شاهدتم إخواني الكرام. والآن سأريكم طريقة لمراقبة أبنائكم على الواتساب. كل ما عليك هو الذهاب إلى هاتفه، ثم تقوم بالذهاب إلى أي محادثة، ثم تقوم بالذهاب إلى 3 نقاط الموجودة في الأعلى بهذا الشكل، ثم تضغط على المزيد، ثم نقل الدردشة. في حال إذا كنت تريد نقل الفيديوهات والصور والمحادثة تقوم بالضغط على هذا الخيار الموجود في اليسار. وفي حال إذا كنت تريد نقل فقط الدردشة كل ما عليك هو الضغط على بلا وسائط، ثم تختار الواتساب، ثم تقوم بإرساله على حسابك على الواتساب، أو تختار الإيميل ثم تقوم بإرساله إلى الإيميل الخاص بك. الآن سوف نقوم باختيار الواتساب. كما شاهدتم إخواني الكرام سوف تظهر بهذا الشكل، هنا عليك الضغط عليها بهذا الشكل، ثم تختار هذا الخيار وستجد جميع الرسائل الخاصة بأبنائك كما شاهدتم إخواني الكرام. هذه هي الرسائل، ستجد الرسالة والتاريخ الخاص بها كما شاهدتم.